وانا قاعده لقيت جابوا لي موبايل ما اعرفش بتاع مين، بيقول كلمي الباشا. فرديت، قالوا ايوه يا بنتي معلش احنا اسفين للي حصل لكم، وان شاء الله هنجيب لك مين حقك. الباشا اللي كان على التليفون؟ انا ما اعرفش، ما قالوش اسم، بس قالوا الباشا. بس هو تقريبا تقريبا سيادة اللواء تقريبا، اللي انا ما اعرفش اسمه ايه، بس هم قالوا ان هو علي السبكي يعني. في حاجه زي كده يعني. قال لي احنا اسفين على اللي حصل لك، وان شاء الله هنجيب لك حقك. انا كنت متخيله ان هو بيقول لي احنا اسفين عشان اللي حصل لنا في القسم. قلت له يا فندم حضرتك ما فيش داعي لاسفك، انا جيت هنا عشان اخد حقي. جيت هنا عشان اخد حقي، بس انا اللي حصل لي بره حصل لي اضعافه جوه القسم. انا اتضربت انا واختي وحبسنا وهنونا ومش عارفه ليه. وبعدين لقيت هبه اغمى عليها، فسبت الموبايل على الترابيزه وقمت عشان افوقها. مفيش ربع ساعه ونص ساعه ولقيت الباشا دوت جه. دخل قعد، هو لابس لبس ميري. دخل اللي حصل دوت وما كانش فيه داعي لكل دوت. دخل يتكلم ازيك عامله ايه؟ قلت له الحمد لله يا فندم. قال لي بس انا عايزك تهدي، وطلب لي ميه. دخل كان شعري منكوش، كان شافني بحاله يعني مش طبيعيه، فما كانش لسه بابا جه ولا اي حد من عندنا في البيت. فبيقول لي ايه اللي حصل؟ قلت له يا فندم انا ما حصليش حاجه، بس اعمل معروف انا عايزه امشي من هنا. فقال لي لا انا عايزه، بص انا عارف انك اتضربتي واتشتمتي، انا عارف كل الكلام ده، وعارف ان انت عندك حق، يعني انت على حق قصدي. فقلت له يا فندم انا لا اتضربت ولا اتشتمت، بس من فضلك انا عايزه امشي من هنا. اللي هم قالوا لي عليكي قضيتين، انا خفت يلبسوني قضايا، انا مش عارفه ايه القضيتين اللي عليا. بس قلت له يا فندم انا مش عايزه اي حاجه غير ان انا امشي بس من هنا، حتى المحضر بتاع اختي احنا متنازلين عنه، مش عايزين نعمل محضر فعلا تحرش. قالوا لي طب خلاص في محضر قال لي لا محضر. مش هينفع، تعملي ازاي؟ انا يا بنتي ما يرضاش لبنتي يحصل لها كده. قلت له معلش يا فندم اعمل معروف، احنا عايزين نمشي، انا باخد حقنه بنسلين للقلب، من فضلك انا عايزه امشي بس. فقال لي لا مش هينفع، طب انا عايز بس اقعد واسمع ايه اللي حصل، ايه اللي حصل بالظبط. بس قبل ما اسمع منك في حاجه انا عايزه اقولها لك، في حاجه عايزك تسمعيها. فلقيت واحد دخل بيقول له انت مين؟ قال له يا فندم انا كنت جاي بعمل محضر، كانت الساعه 12 بالليل يا فندم، جاي اعمل محضر ان بطاقتي والرخصه بتاعتي ضاعوا مني. فاجئت لقيت المدام دي الباشا بيكلمها، بيقول كانت عايزه تضرب السواق اللي جه مع اختي بتزعق له، فراح الباشا بيقول لها اهدي، فراحت مسكت كوبايه الشاي وقالت له عاجبك على كده، عاجبك يا ابني الكلب، وحدفته وراحت قطعت له قميصه، وراحت اديته بالبوكس في وشه، واديته بالبوكس في وشه وراحت. الشاهد الوحيد بقى في القضيه اللي ظهر فجاه، ظهر منين بقى الشاهد؟ ده كان في الاسم يا فندم، الملك كان في الاسم يا ضباط استاذ الشرطه. كان في الاسم. فطبعا هو قال لي كده وانا لسه في الاسم وما خرجتش، وقبل ما سيادتي اللي هو بيسمعني الكلام ده بس، وقال الكلمتين دول ومشي. انا ما عرفتش اعمل ايه، قلت له يا تطلعي فندم على تفتيش الشرطه. وصلتوا عليه بعد انا كده؟ حجزت هم للصبح. حبسونا ما رضوش يطلعونا، حتى انا ما خرجونيش غير الساعه 4:30 الصبح. بابا وهي؟ وماما كانوا جم، هي حجزوها لحد الصبح وما اتعرضت على رحت النيابه. النيابه. قضيتي ليله صعبه اظن هناك. جدا. انا عايزه اقول لحضرتك يعني انا صحيت من النوم نزلت لها على طول وانا اصلا تعبانه، عندي القولون العصبي، عايزه اخش الحمام مش قادره، بطني تعباني جدا. كانت الساعه هي عملت المحضر بتاعها الساعه 4:30 الفجر. هو طبعا سياده اللواء قال خلاص انت متنازله عن حقك، الشرطه مش متنازله عن حقها، انت غلطتي فيهم. قلت له خلاص يا فندم شوف حضرتك زي ما تحب. قال لي خلاص انت يعني هقعد للصبح عشان هيحولوني للنيابه. فضلت قاعده للصبح في مكتب الضابط وبطني منفوخه جدا، تعبانه وعايزه اخش الحمام، فطلبت ان انا اخش الحمام. فالظابط طلعت فبيقول لي خشي يا بنت جوه مفيش حمامات هنا، وانا عماله اعيط ماما قلت لهم حرام عليكم البنت تعبانه. طيب في ظابط جالي قال لي طيب عايزه تخشي الحمام، جاب لي جردل بيقول لها هو ده جاب لي الحجز بتاع الرجاله وقال لي هو ده الحمام بتاعنا. طبعا ما عملتش، دخلت المكتب، كنت قاعده في مكتب الضابط يعني ما دخلتش الحجز، قعدت في مكتب كنت انا وماما.
بس وفضلت قاعده، فكانت الساعه 6 كنت خلاص بطني بتتقطع. رحت النيابه ثاني يوم؟ رحت النيابه افرجوا عنكم ولا عملوا ايه النيابه؟ حققوا معايا حوالي 10 ساعات. منعوا الاسعاف تدخل. دخلت اسعاف، بابا طلب الاسعاف، طلبنا المحامي، منعوا المحامي يدخل. طلبوا لي الاسعاف، الساعه كانت الساعه 6 الصبح، فالظابط دخل السواق بتاع الاسعاف، فبيقول له خش اكشف عليها، اللي هو المصرف الممرض. بيقول له يا باشا اكشف عليها ازاي، دي انا مش دكتور، اجي اشوفها، طب حالتها تستدعي المستشفى ولا لا. فسال ماما بيقول لها هي حامل، انا بطني كانت كده زي كاني هولد خلاص، بيقول لها هي دي ميعاد ولادتها، ماما قالت له لا بنتي مش حامل ولا حاجه، دي قولون تعبها وما دخلتش الحمام. فراح قال للظابط، قال له لا يا فندم هي كده يبقى عايزه تتنقل المستشفى، انا ما اعرفش ممكن يكون عندها مصنع ينفجر ولا حاجه، فهي لازم كده تتنقل المستشفى. قال له طب خلاص امشي. فقال لي بابا خلاص شوف لها دكتور. بابا قال له اجيب لها دكتور منين دلوقتي، حتى ما فيش مستشفى، الساعه كانت 5:30 6 حاجه زي كده يعني. وعربيه الاسعاف قبل ما تمشي كانت شايله واحد من الحجز، 2 مسجونين عوروا بعض، اللي جايه كانت تشيلني انا، راحت شالت واحد محجوز عشان اتعور وودوه المستشفى. رحت النيابه، ما دخلتش الا باذن من مدير النيابه. الحمام كان القرار بتاع النيابه كان ايه في الاخر؟ ان انا اخرج بكفاله 500 جنيه. والسواق تم معاه ايه؟ اتحجز 4 ايام. 4 ايام. طب انا معايا على التليفون دكتوره ماجدة عدلي، مدير مركز النديم للتاهيل ضد جرائم العنف. يعني دكتوره، يعني يمكن انا عارف انك انت بتحاولي تساعدي هبه وشيماء على يمكن تجاوز المحنه اللي بيمروا بيها، ازاي ممكن في رايك ازيك انت دكتوره؟ في الحقيقه تجاوز الوضع المؤلم اللي خاص بهبه وشيماء وكل بنت بتتعرض للتحرش، واللي بيبقى يعني دواعين نفسيه واثاره النفسيه اشد اذا جه من المكان المفروض يحمينا اللي في اسم الشرطه. يعني اللي المفترض ان العقوبه تبقى مشدده زي في جرائم هتك العرض والاغتصاب. إذا جه في قانون الجنايات ممن لهم حق الرباية والحماية المفروض عقوبة تشدد. أعتقد إن نفس الوضع، لأن الصدمة النفسية في الحياة بتبقى أشد. يعني الناس راحت بتستغيث من تحرش حصل في الشارع من واحد وارد إنها تكون دي أخلاقه. فالسلطات اللي المفروض تحمي والمفروض تحقق وترد اعتبار البنت ضحية هذا النوع من العنف بتتعرض لما هو أقصى منه، لتحرش بالإضافة لأشياء أسوأ زي ما جه على شهادة هبة. الموضوع بياخد وقت لأن الحالة بتبقى فيه حاجة اسمها اكتئاب الصدمة. يعني الحاجة اللي غير متوقعة خالص دي بتعمل صدمة نفسية شديدة، بتتمثل في اكتئاب عنيف، عدم رغبة في الحياة، عدم رغبة في الأكل، في اضطرابات في النوم، في ارتجاع للأحداث، فلاش باكس، يعني بتحلم بيها، بيجيلها كوابيس وبتقوم مفزوعة. كل اللي بيتعرضوا لأزمات من النوع ده بيعانوا من نفس الحاجات، وده بياخد وقت طويل قوي. جزء من العلاج النفسي في الحقيقة مش بيبقى بس العيادة، بيبقى رد الاعتبار، بيبقى مهم قوي كجزء مكمل لعملية التأهيل النفسي. رد الاعتبار القانوني، يعني اللي اعتدى على شيماء لازم ياخد جزاؤه، طب الآثار النفسية يا دكتورة ماجدة، اللي اعتدوا على هبة لازم ياخدوا جزاؤهم.